زي ما وعدتكم في الستوري، ففي الفيديو ده هنتكلم ازاي ان احنا نقدر نستغل المساحة بتاعتنا ونعمل مالتي فانكشن من السبيس اللي احنا هنشتغل عليها. وفي الفيديو ده احنا هنشتغل على الاوفيس اللي تحت ده. تمام. اول حاجة اهم حاجة هي الكلاينت نيدز. الكلاينت عايز ان الاوفيس يكون بودكاست وفي نفس الوقت يكون مكتب، فان احنا نعمل مالتي فانكشن هي كده كده السبيس ضيقة، فلازم الكرسي ده يكون ليه وظيفتين، ان هو هيجي هنا وقت الشغل هيبقى هنا. تمام. طب كده المساحة ضيقت قوي، لا مش هنعمل كده. هنعمل ايه؟ هنشيل خالص الترابيزة دي، نرفعها تبقى وول شيلف كونفرتد موفابل زي ما احنا شايفين كده، وتبقى سنترد ما بين التو فريمز دول، بحيث ان هي تكون محور التصميم كده بودكاست، ونجيب الكرسي مكانه. لكن لو عملنا كده ترجع مكتب، والكرسي ده طبعا مشهور قوي يعني. يبقى محطوط كده. حد تاني ممكن يقول لي كان في حاجة ألذ. عادي جدا، كنا ممكن نجيب دي هنا عشان يبقى شايف الفيو براحته. دي هتتحرك شمال شوية، والكرسي ده هيبقى يعني أحسن حل كسبيس يعني. ويبقى لما نيجي ننزل دي كده ونقفل دي بالشكل ده، هي بس هتحتاج تتحرك كده شوية. تمام. ده كده باختصار ازاي ان احنا نستغل السبيس بتاعتنا. لو عندكم اي اسئلة اكتبوا لي في الكومنتس. طبعا الكلام ده واكتر بشرحه باستفاضه في كورس ال 3 دي ماكس. انا مش بس بعلمك تولز وخلاص، لكن بتلاقيني بقول لك معلومات في النص، ازاي ان انت توزع الفرنيتشر بتاعك، ازاي ان انت حاجات ما تبقاش غلط تصميميا، ازاي تحط علب الكهرباء في المناسيب الصحيحه بتاعتها. يعني لو خفينا دي كده تلاقي برضو ازاي الافياش بتبقى على ارتفاع كام، الاسقف، الكلام ده كله. فبنهتم بكل الديتيلز في الكورس. لو حابب تقدم معانا، لو حابب تقدم ابعت لي كلمة كورس على انستجرام في مسج، وهبعت لك كل التفاصيل. وحاولوا تستغلوا العروض بتاعة العيد عشان في خصم 50%، فممكن تستفيدوا بيه. وبس كده. اتمنى الورك شوب الصغيرة دي تكون عجبتكم. لو عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجة ابعتولي مسجز وهرد عليكم كلكم.